يمكن 50 60 مليون عربي الان يتابع مصطفى واسامه. اسامه ما زال مصر تسديد اللكمات، لاجب عليه الامساك. ينجح اسامه الان بالكلينش. شوف اخو اسامه يقول له ابركت. اسامه الان يحاول امساك المصارعه انه يسقط مصطفى على انه يسقط مصطفى. مصطفى حلوه هجومه كان لم يكتمل. كل وسائل التواصل الاجتماعي موجوده، انستغرام، فيسبوك، سناب شات، تويتر، كلها موجود. كل الجمهور قاعدين الان يصوروا، فالجمهور العربي اللي ما شاف يشوف اليوم على التواصل الاجتماعي. اذا مش على الام بي سي اكشن على التواصل الاجتماعي راح تشوفوهم. ولك ركله يبحث اسامه منها على التلاحم مع مصطفى حتى يسقطوا على الارض. اظن الجيلاتين اثر على مصطفى في الجوله الاولى، وايضا اثر على اسامه لان استنزف طاقه من اسامه واستنزف طاقه من مصطفى. انا عمار مبهور بالمباراه هذه والقوه والنديه اللي قاعد نشوفها طبعا في هذا اللقاء. 4 مباريات باللايف رائعين. يعني الجمهور شوفوا الاندر كارت راح تنتبهوا. شوفوا الاندر كارت، شوفوا الاندر كارت وعلقونا على التواصل الاجتماعي على الاندر كارت، يا على ديزرت فورس يا على الام بي سي اكشن. الجيلاتين يعني اثر. الله اثر. اوه يا الله. اسامه قريب من الانتقام. ينتقم اسامه ويعيد اللقب الى الكويت، ويعيد اللقب اليه. جميلة عمار، جميلة غير متوقعة. توقعناها بالرسلينج واسامه دي كي او للامانه. ضربه فنيه قاضيه بالجوله الثانيه. اسامه الصعيدي يتغلب على مصطفى راشد. الجيلاتين اثرت في اسامه الصعيدي في مصطفى راشد. استنزفت طاقه الجيلاتين من مصطفى راشد. والان لا 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 لا, لا يا اسامه، راح نشوف ريماتش ايضا اكيد راح تصير. ولعتوا الدنيا يا شباب.